بونجور، أهلا وسهلا فيكم بقناة ميس لولو. من كام يوم كانت الممثلة السورية الفلسطينية المصرية ديما بياعة بمقابلة ببرنامج كتاب الشهرة. فيكم ترجعوا تفوتوا تحضروا على اليوتيوب مع علي ياسين. سألها سؤال: إذا كان ابنك مثل الجنس شو بتعملي بهيدي الحالة؟ هل بتتبري منه او بتتقبليه كما هو، او ما بعرف شو قال لها الاحتمال الثالث. قالت هي، وكمان لها مقابله من قبل، قالت اذا ابني مثلي انا ما عندي مشكله انه بتقبله، هيدا بالنهايه ابني، يعني مش رح قيم وكبه، مش رح اقتله، يعني ابنه. وبعدين أنا بحب زيد على كلامه، بقول: أولادكم ليس لكم بل هم أبناء الحياة. وبالنسبة للميول الجنسية أو اضطرابات الهوية الجنسية، يا عديمي الثقافة، يا عديمي الفهم للناس اللي عم تحضرني، ولليال عبود كمان اللي خلق مني فيديو هلأ بفرجيكي. هيدا الشي بيخلق مع الإنسان، أوكي، الاضطرابات الهوية الجنسية، يعني شخص بحس ميوله أنه يعني هو مو، يعني شو بدي اقلكن يا حياتي، انه بيكون فكر هو شكل صبي بس بيكون حاسس حاله من جوا بنت، او بالعكس بنت بتكون حاسة عندها احساس من هي وصغيرة انها هي صبي وبتلعب مع العاب الصبيان وهيك وهالحركات. أما الميول الجنسية ممكن تكون بحالتين: ممكن حالة تحرش على صغر، وممكن كمان خلق ميول جنسية هيك، لأنه كل إنسان، كل رجال العالم عندهم الهرمونات الأنثوية وممكن تتغير، وممكن يكتشفوا حالهم على عمر كبير إنه هن ميولهم منا تجاه البنات، أو يمكن يكونوا بايسكشوال، يعني بحبوا البنات وبحبوا الشباب. وفي كتير قصص الميول الجنسية ما حدا بيعرف فيها، انتم ما بتعرفوا فيها، انتم بتكوني قاعدة مع جوزك حبيبتي وبكون هو عقله بشي تاني، جا عباله وحدة سمرة، جا عباله وحدة شقرة، جا عباله كس كبير كس صغير، حيالله. هلا المهم اجوا هالصفحات على السوشيال ميديا من بعد ما ديما حكت هالحكاية، وبلشوا الافضل انك ما تجيبي ولد لكن تضربي انتي وهالقرف. مرتاحة والله، قربت والله، الله يثبت علينا العقل والدين. وبلشوا ما شاء الله والنعم على كل شيء، لا حول ولا قوة، اللهم ومدري شو، والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، واستغفر الله. عبري يلفك ويلف ابنك ما أقرفك. لك الله، انا شو بقولكن، الله يبليكن بولاد مثليين هيك لتحسوا الوجع، لانكم انتو شعب بلا احساس، اذا ما حسيتوا الوجع ما بتفهموا. انا هيك بقولكن لانكم انتو شعب بهيم غشيم. يلا باي باي، ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليساعدكم دايما كل شي جديد. باي باي.